السلام عليكم. الموضوع اللي أثير في الفترة الأخيرة وخناقات في غرفة خلع الملابس ومطاوي وسنج وضرب نار واللعيبة مسكت في بعض وعمر كمال خد 5 غرز والشناوي مش عارف ايه. هي غرزة يعني ولا هو تمرين ولا ايه يا جماعة؟ طب يعني عايزين تذيعوا خبر او كذبة خلوها معقولة. يعني في واحد اما بيكذب الكذبة بيسويها كده بيخليها معقولة تتصدق كده يعني. لكن اللي انتوا بتقولوه ده ما بيحصلش نهائي في النادي الاهلي. ممكن يحصل في انديه تانية احنا عارفينها يعني. بيبقى في لاعب مسك مدير كرة ضربه شخطه شتمه، بيحصل الكلام ده قدام التلفزيون. لكن الاهلي ما بيحصلش فيه الكلام ده ولا في غرفة خلع الملابس. ممكن مشادات بسيطة كلام، لكن اللي انتوا بتحكوه ده فيلم هندي. وفيلم هندي عبيط يعني، حتى الهند بطلت تعمل الافلام دي. تعالوا اسمع الحكايه من احمد شوبير بالظبط. لا مش كلام عشان ما تقولش هو بيحكي لك بس عشان بيدافع من قناه الاهلي، لا هو هيجيب لك بالفيديو عشان تقتنع. وبعد كده ما اقتنعتش اخبط دماغك في الحيطه يا حبيبي. بالراحة كده معايا عشان نرد على بعضا من الإشاعات. ولما برد من مصادر وبرد بالتفاصيل المهمة جدا جدا. أولى هذه الإشاعات فجأة خناقة بين عمر كمال ومين من اللعيبة وشغلانة. واحد كتب والله كده قال لك شرايين ايده اتقطعت. يا سبحان الله، ده محاولة انتحار بقى؟ ده حاول ينتحر الظاهر ولا ايه يعني؟ عادي زي اي حد داخل الحمام زحلق وقع، ايده فيها عدد من الغرز، راح المستشفى الحمد لله خيطها، وعمر بعد بكره موجود في التمرين. طب هو مش هيتمرن بكره؟ اه والله مش هيتمرن بكره. طب ما هو تعبان مش هيتمرن. طب يعني يا كابتن تعبان؟ بقول لك مش هيتمرن. ولا بيرسي تاو هيتمرن كمان بكره؟ يا سلام. ولا حد هيتمرن خالص بكره. ليه؟ اصل عندهم اجازه. بجد والله. وانا قايل لك من امبارح ان الاهلي عنده اجازه من الخميس وقعدوا الجمعه السبت. فبسرعه بقت خناقه، بقت ضرب، بقت معركه، بقت الشرايين اتقطعت. انا بوجه الرساله دي لجمهور الاهلي عشان يبقوا واخدين بالهم بس. ادي عمر كمال عبد الواحد، لعيب مهذب، لعيب محترم، صوته ما بيعلاش، صوته ما بيطلعش، و100 فل و14. لكنه وده على فكره من تمرين النهارده اللي انتم شايفينه ده، اللي قطع شرايينه ده من تمرين النهارده. قطع شرايينه وبعدين نزل على التمرين. والله، والله العظيم من تمرين النهارده. انتوا بتشوفوه ده من تمرين النهارده، والجديه اللي انتوا شايفينها دي من تمرين النهارده، والحماس اللي انتوا شايفينه ده من تمرين النهارده. اهو اللي قطع شرايين اهو عمر كمال عبد الواحد اهو، اللي مسك زملاته وقعد يضرب فيهم النهارده. في ايه يا جماعه؟ ايه اللي حصل لكم؟ مالكوا كده؟ ما صدقتوا ان الاهلي خسر مباراه في بطوله عالميه، وانت بتخسر هنا فمش عارف بطولات شكلها عامله ازاي، بس طبعا بتوجعك قوي. فانت ما هو انت مش عارف توصل له ولا عارف تقرب منه، فتقوم جايب مخترع اي حاجه عشان تفك الرابطه اللي موجوده في النادي الاهلي. عمرك ما هتعرف تفكها، مستحيل. فلا صحه على الاطلاق انه الراجل اتخانق وقع زي ما انت بتمشي في الشارع بتقع. الف مليون سلامه، ويرجع بالف سلامه ان شاء الله، ويكون في التمرين يوم الجمعه باذن الله. عمر كمال عبد الواحد هيكون رابط ايده لانه جاله عمل غرز فربطها فخيطها، فهيكون رابط ايده. يلعب ما يلعبش ده قرار مدير فني. واحد. اتنين، محمد الشناوي. الحق محمد الشناوي، والاصابه اتجددت واتكررت وهيخضع لعمليه جراحيه مره تانيه، ومشكله كبيره عنده. عند مين؟ عند الشناوي. ليه؟ ليه عند الشناوي مشكله كبيره؟ كتف يا كتف. اولا هو وقع على كتفه التاني، ثانيا دي مجرد كدمه في الكتف، فالدكتور قال له يا شناوي ريح. ادي الشناوي اللي ماسك كتفه ومش قادر يا عيني، وعمليه جراحيه تانيه ومره تانيه في ايه؟ في ايه؟ زي الفل. سالت الدكتور قال لي ان شاء الله هيتمرن بعد بكره عادي بامر الله، بس هنفحصه قبل المران نطمن عليه يعني. لو الكدمه زياده شويه مش هيتمرن، لو طبيعي ان شاء الله وغالبا هو طبيعي هيتمرن عادي يوم الجمعه. ها، ورور 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 ورور، لوك 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 لوك، شغالين على كده. عشان كده خدت العنوان الاولاني جمهوره ده حماه، وجمهور النادي الاهلي لازم يتصدى لكل الاشاعات دي المقصود بها ان هم يوقعوا الفريق
والاهلي لن عمره ما يقع ان شاء الله، عمره ما يقع، لان الاهلي كبير، كبير قوي. الاهلي كبير، ولما يقع ما يلعبش نهائي كاس عالم، ما يلعبش نهائي انتر كونتيننتال يعني وخلاص. ده وقوع بالنسبه للنادي الاهلي، عندنا عند جمهوره، عند محبيه، عند ادي يا جماعه تمرين الاهلي النهارده، مفيش الكلام اللي بيتقال خالص في الميديا والاشاعات، ومعروف الاهداف اللي طالعه منها الاشاعات دي، ومين المستهدف في الفتره اللي جايه. لما بيكون الاهلي مثلا طالع من خساره بطوله او خساره مباراه، بيتم طبعا زياده الاشاعات للتاكيد على هدم الفريق وزياده تفكك وانحلال الفريق. المفروض ان لما بيكون الفريق في كبوة، المفروض ان احنا بنقف جنبه، لكن هناك اطراف بتحاول الضغط على الاهلي لزيادة الانهيار والتفكك داخل الفريق. طبعا الكلام ده ان شاء الله مش هيحصل في النادي الاهلي. كنا زمان بنفرح جدا ببطولة الدوري العام، بعدها لحد فترة قريبة كنا بنفرح جدا بدوري ابطال افريقيا ولا زلنا، ولكن من كتر ما فزنا بالدوري ودوري ابطال افريقيا اصبح شيء عادي ان احنا نفوز بيهم تقريبا يعني. طيب بعد كده بدأت طموحات الاهلي تزيد للعالمية والمنافسة على كاس العالم، لدرجة ان احنا زعلانين، وانا زلت زعلان ان احنا ما وصلناش للمباراة النهائية في الانتر كونتيننتال، والاهلي كان يستحق. فاللي انا عايز اقوله ان الطموحات زادت جدا جدا في الفريق. فهل ده معناه ان الفريق في انهيار او في انحدار؟ لا طبعا. معنى ان الطموحات زادت جدا جدا يعني لدرجه ان اصبح المركز الثالث عادي بالنسبه لنا، البرونزيه كاس العالم بقت شيء عادي بالنسبه لنا، اللي كنا زمان خالص بنفرح بيها، بل كنا زمان بنتعشى من احنا لاعب في كاس العالم للانديه. وفي فريق هيبيض كده ويطلع له بيضه عشان يوصل حتى لنهائي دوري ابطال افريقيا، مش يوصل حتى لنهائي كاس العالم، هيبيض كده على نفسه بيضه عشان يوصل لنهائي كاس، يوصل بس يلعب في كاس العالم او حتى يلعب في نهائي دوري ابطال افريقيا. ففي فرق شاسع يا جماعه في الطموحات، وفرق شاسع في الاحلام طبقا للامكانيات، وكل واحد مفروض يحلم على قده. يعني في فريق بيحلم بس ان هو ياخد تاني الدوري، تاني بس. احنا كنا زمان بنقول عليه المركز المفضل ليه المركز التاني، حتى التاني ما بقاش مركز مفضل ليه، راح المركز التاني كمان. طيب بقى حلم حياته ياخد المركز التاني في الدوري، وبعد كده عشان ايه؟ عشان يتأهل لدوري ابطال افريقيا. يا جماعة فرق كبير في الطموحات والاحلام، وبعد كده يبقى نشوف اذا كان هيفوز بدوري ابطال افريقيا ولا لا. ودلوقتي في واحد واقف له في السكة، واقف له في الزور، مش هيقدر يطلع خالص من واحد قافل عليه الازازة، هيفضل محبوس في المركز الثالث على طول. فاللي انا عايز اقوله يا جماعه، النادي الاهلي ان شاء الله في كبوه، في كبوه، كلنا زعلنا ولا زلنا، لكن مش نهايه العالم ومش نهايه الدنيا. اكيد الدنيا هتستمر، ناس كتير احبابنا وغاليين علينا بيفرقونا، والحياه بتستمر، ودي سنه الحياه. في الاخر لازم هيكون في فريق هيفوز وفريق هيخسر. المهم بقى انك تتعلم من الاخطاء اللي انت ارتكبتها، تتعلم من اخطائك. انا في رايي الشخصي مع كل التعاطف والاحترام لكهربا، انا في رايي الشخصي ان هو مش هيكون عنده قدره على الاستمرار مع النادي الاهلي، لان في شرخ كبير بينه وبين الجماهير دلوقتي. كل الجماهير، معظم الجماهير، احنا شعب عاطفي شويه، زعلانه عشان موضوع ضربه الجزاء اللي ضيعها. واحد بيقول طب ما عمر كمال ضيع، ماشي، بس كهربا كان ليه كام فرصه برضه انفراد وضيعها. كهربا تحس ان هو لعب باستهتار شويه في ضربه الجزاء. كهربا بينه وبين الجماهير شرخ، لان الجماهير كانت بتتعشم منه اكتر من كده. فعشان كده انا من رايي ان وجود كهربا مع الفريق هيكون غير مفيد في الفتره اللي جايه. نتمنى كمان ان كولر انا كنت اتمنى ان كولر يتغير، ما يستمرش مع الفريق. كرأيي الشخصي حسيت ان هو ادى كل ما عنده للنادي الاهلي خلاص، لكن كمان مبرراته في المؤتمر الصحفي ما كانتش مقنعه الحقيقه. عشان كده كنت اتمنى ان الاهلي يكون مثلا على تفاوض مع مدير فني كبير، يكون قد طموحات النادي الاهلي، تكون في غربله وتدعيم للصفوف بشكل كويس بشكل جيد، عشان يكون الاهلي باحسن مظهر في كاس العالم للانديه ان شاء الله.